بعد ما العالم غرق وتحول لبحر واحد ملوش نهاية، بنت وحيدة عايشة على سطح بيت مكسور، فاكرة إن مفيش حد غيرها حقيقي. بس لما تسمع صوت طفلة جاية من بين الركام، تعرف إن الهدوء اللي حواليها مش أمان، ده الهدوء اللي قبل العاصفة اللي جاية تهد كل حاجة تاني. بيبدأ الفيلم في هونج كونج. الدنيا كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما البحر فجأة قلب على المدينة، وابتدى وحش عملاق من المية يبلع الشوارع. الموج كان بيعلى بسرعة مرعبة، يزق العربيات ويهدم الواجهات ويدخل البيوت زي دخوله حربي. الناس جريت بكل الاتجاهات، وكل واحد متعلق بأمل ضعيف إنه يلاقي مكان عالي قبل ما الموج يلحقه. اللي قدروا يوصلوا للأدوار العالية بقوا يعيشوا بعدها، واللي اتأخروا غرقوا وسط فوضى محدش قدر ينقذهم فيها. وفي ساعات قليلة، المدينة اللي كانت دايماً مليانة زحمة وضواجي اتحولت لبحر كبير عايم فوقه بقايا بلاد كاملة. مرت السنين، بس آشا واحدة من الناجين لسه شايلة آثار اللي حصل. كوابيس الليل ما كانتش بتمشي من دماغها بسهولة، بس الصبح كانت بتلبس قناع القوة وبتكمل حياتها فوق مبناها القديم اللي واقف بالعافية. شقتها كانت مليانة أماكن مخبية لحاجاتها، فتحات تحت الكنبة، صناديق ورا الحيطان، وحاجات خزنتها من أيام المية كانت بتسحب كل حاجة قدامها. كان عندها روتين يومي ثابت: تطلع السطح بدري، تجمع شوية مية نقية من مخبأ هي بس اللي تعرفه، وبعدها تعمل كوباية الشاي اللي تعتبر مكافأة بسيطة على إنها لسه بتتنفس. الراديو كان مرافقها الوحيد، بس لما إعلان الملجأ الحكومي كان بيطلع، كانت تقلب محطة وتسيب الدنيا كلها وتركز في الموسيقى، يمكن لأن صوت الناس بيخوفها أكتر من صوت البحر. بعد الشاي تمسك فوطة وتجمع الندى من الحديد والحيطان وتضيفه لمخزونها اللي بيقل يوم بعد يوم، خصوصاً من غير مطر. الوجبة الأساسية بتاعتها كانت نودل سريعة، ودايماً وهي بتاكلها تشوف في عينيها ذكريات المطاعم اللي كانت بتقعد فيها أيام ما كانت الحياة عادية. ولما تبص من الشباك تشوف مدينة شبه مقبرة، مجرد قمم مباني طالعة من المية، كل شوية واحد فيهم يقع ويختفي جنب شوية جيران قليلين لسه عايشين زيها. في يوم شافت صندوق بيطفو بعيد. أشا كانت جاهزة بسنارة بدائية عاملاها بإيديها، رمتها من الشباك ووصلت للصندوق بسرعة. لكن قبل ما ترتاح، حاجة غريبة تحت المية شدت الصندوق فجأة، خبط على الشباك وجاب جرح في دراعها. رغم الألم قاومت بكل قوتها وسحبته لحد ما دخلته جوه، لكن المخلوق اللي تحت المية رد عليها بموجة كبيرة خبطت في البناية وخوفتها. فتحت الصندوق تلاقي حاجات بلاش لازمة غير زجاجات خمرة استخدمتها بعد كده لتنظيف الجرح، وهي فوق السطح قبل ما تقفل باب آخر الطرقة كويس. من هنا بدأت ليلة سودة. وهي نايمة سمعت صريخ عالي، قامت تبص تلاقي مراكب مليانة شوية بلطجية هاجمين على الجيران، يسرقوا ويكسروا ويضربوا أي حد يتحرك. واحد منهم كان بيراقب من فوق سطح مبنى تاني، فاضطرت أشا إنها تهرب بسرعة وتستخبى ورا حيطة. وبعد ما شافت إن المراكب قربت من مبناها، دخلت على شقتها تجري، رتبت السرير بسرعة، نثرت التراب على الأرض عشان تبان مهجورة، وزقت نفسها جوه مخبأ صغير ورا حيطة داخل الدولاب. فضلت تاكل نفسها من الخوف وهي سامعة خطواتهم وهم بيقلبوا الشقة، لحد ما واحد منهم فتح الدولاب، وقلبيها واقف للحظة، بس الصدفة نجتها. وبعد طلقة نار طايشة خرجت من غير قصد، العصابة مشيت وسابوها، لكنها وقعت على الأرض بعدها مش قادرة توقف رعشة رجليها. تاني يوم وهي بتفتش شوية حاجات، لقيت صندوق مليان خردة، بس فرحت لما لقيت برطمان عسل. لحظتها بس شافت جثة طايفة على المية من الشباك، والفرحة راحت في ثانية. القلق بقى ضيف رسمي عندها، فضل يزيد لحد ما فيون العيل الصغيرة اللي هتعرف بعدين إنها هاي دخلت شقتها من غير ما تحس وبدأت تسرق حاجاتها. آشا سمعت صوت بسيط لكنها افتكرته من الهوا، ولما الليل جه سابت صابونة على الأرض متعمدة لحد ما البنت وقعت واتمسكت. آشا حاولت تفهم هي مين، لكن البنت ضربتها برجليها وجريت وسرقت حاجات كتير منها، حتى الفانوس اللي آشا شايلاه من سنين. البنت كانت على وشك تفتح باب غامض في آخر الطرقة، مكان آشا عمرها ما قربت منه، لكن أول ما سمعتها جريت وراحت مستخبية. تاني يوم اكتشفت آشا إن البنت رجعت جزء من اللي سرقته ونايمة على الأرض ماسكة الفانوس. آشا سابت الأكل وراحت تطبخ من غير ما توقظها،
ومن اللحظة دي العلاقة بينهم ابتدت تتحول، بعقل طفلة وجسم ناجية متبهدلة. ورا الضحك اللي بدأ بينهم كانت ذكريات آشا بترجع، ذكريات أهلها، أختها اللي سايباها، والقليلة اللي أخدتها معاها وبقت جوهرتها الوحيدة. ولما البنت بدأت تثق فيها قالت لها إنها اسمها هاي هاي، ومن هنا اتغير كل حاجة، وبقى وجودهم مع بعض بداية لحاجة أهم من مجرد نجاة. تاني يوم الصبح الدنيا اتغيرت فجأة، والغيوم اللي كانت ماشية ببطء بقت تقيلة لحد ما المطر نزل بغزارة. آشا وهاي هاي خرجوا على السطح بسرعة، كل واحدة فيهم بتجري في اتجاه مختلف عشان يلحقوا يجمعوا أكبر كمية مية قبل ما المطر يقف. كانوا عارفين إن المطر بالنسبة لهم مش مجرد شوية مية، ده شريان حياة بيطول عمرهم شوية كمان. وهم شغالين هاي هاي أخدت بالها إن القلادة بتاعت آشا وقعت على الأرض، وفي نفس اللحظة آشا نفسها كانت لقت صورة قديمة كانت ضايعة منها. الصورة فتحت بيب واسع من الذكريات، جابت لها وشوش ناس اختفوا من حياتها فجأة، وجابت لها ريحة بيتها القديم اللي الموج مسحه من الوجود. اليوم عدى، ولما الليل جه آشا دخلت تنام. أول ما حطت راسها على المخدة لقت مفاجأة، القلادة بتاعتها موجودة تحتها. وقتها فهمت الحقيقة، القلادة ما كانتش ضايعة ولا هاي هاي خبتها، هي بس كانت وقعت لأن المشبك اتكسر. لكن آشا افتكرت أسوأ حاجة، وافتكرت إنها اتسرقت. الإحساس بالذنب مسك قلبها وضغط عليه لحد ما نفسها اتحبس، وقررت تاني يوم تعوض هاي هاي بأي طريقة. الصبح قامت بدري وقررت تشتغل بكل طاقتها على الطوف اللي كانوا بيجهزوه. هاي هاي شافت الطوف من بعيد وعينيها لمعت بلمعة طفلة شافت حاجة بتحبها. لكن آشا وقفت للحظة، وكأن عقلها اتسحب لورا سنين طويلة، للمشهد اللي عمره ما يموت. يوم آخر مرة شافت أختها، يوم ما الدنيا قلبت. أختها وقتها كانت ماسكة القلادة وبتحاول تقول لآشا إنها حطتها في جيب البلطو، بس قبل ما الكلمة تخرج الشارع اتفتح فجأة الجحيم، ناس بتجري، هدوم بتطير، أصوات عربيات بتتقلب، وموج ضخم بيبلع المدينة بشكل غير طبيعي. كانت ثواني كفيلة تغير مصير آلاف البشر. رجعت آشا لوقتها الحالي وخدت قرار كبير، ادت هاي هاي القلادة، لحظة بسيطة لكن معاها كل ذكريات الفقد. بعدها بدأوا يجهزوا الطوف من جد وجديد، جمعوا الحاجات اللي ممكن تفيدهم ورصوها في مكانها. كانوا خلاص بيستعدوا يهربوا، لكن قبل ما يكملوا هاي هاي كانت بتسمع الراديو. فجأة السماعات فصلت، وبعد بدقايق الصوت عالي لوحده جامد بشكل غريب. هاي هاي جريت بسرعة تطفيه، بس كان فات الأوان. أصوات العصابة وهي بتقرب من المبنى كانت بقت قريبة جدا. الخوف مسكها، فبدأت تخبي كل حاجة بسرعة. آشا خبت هاي هاي جوه المخبأ السري اللي ورا الحيطة المزيفة، المكان اللي بالكتير يسع لجسم واحد. أما هي اضطرت تستخبى في أوضة مزنوقة ريحتها بشعة، لدرجة إن نفسها كان بيتقطع وهي بتحاول ما تكرحش من الريحة. العصابة دخلت من الشباك، وبقوا عددهم كبير، كانوا عايزين يسرقوا أي حاجة ويدمروا اللي ما يتخدش. واحد منهم دخل الأوضة اللي آشا مستخبية فيها، الريحة ضربه فغطى مناخيره لكن كمل التفتيش. سحب ملايات قديمة كانت مغطية حاجة، ووقتها لقيت جثث آشا المتحللة بتاعة عيلتها. المنظر قلب معدته ووقع على ركبه يرجع من الصدمة. أما آشا نفسها أول ما شافت الجثث عقلها رجعها تاني لأسوأ ليلة في حياتها، ليلة غرق أهلها. افتكرت صوتهم وهم بيصرخوا، وافتكرت كل الناس وهي بتجري على السلم في سباق يائس ضد الموت. افتكرت ايد اختها اللي كانت ماسكاها وهي بتجري بيها، لحد ما هجوم الناس فرق بينهم. وفضلت آشا تطلع على السلم لوحدها من غير ما تاخد بالها ان اختها وقعت واتحصرت تحت الناس. رجعت للواقع لما سمعت صوت حد من العصابة وهو بيلم الأكل وبيشوف صور آشا. واحد صغير منهم لاحظ حاجة غريبة في الدولاب وبدأ ينادي الباقي. في ثواني لقيوا الحيطة السرية وجروا براها هاي هاي وهي بتقاوم من غير فايدة. آشا كانت مستخبية في الأوضة وبتسمع كل حاجة، لكن دماغها لسه مرجعها المشهد آخر مرة وقفت فيه فوق المبنى لوحدها. وفجأة صوت هاي هاي وهي بتعيط رجعها للواقع وخلاها تنهار من جوه. العصابة ضربوها لحد ما فقدت وعيها. لما فاقت لقيت نفسها مربوطة،
وواحد من العصابة شكله غريب عنهم واقف عليها بنظرة سيئة. بس قبل ما يقرب منها حصل حاجة خلته يمشي فجأة. بعدها بدأوا ينقلوا المسروقات للمركب ومعاها هاي هاي. آشا اتسحبت ووراها صورة أختها اللي ما بتفارقش دماغها. آشا حاولت تفك نفسها. الراجل اللي ماسك الحبل شدها بعنف ورماها في المية. كانت هتموت لولا إنها شافت سيدي مكسور طايف، مسكته وضربته بيه في وشه بكل قوتها. الراجل اتجنن ومسكها يحاول يغرقها لتحت، لكنها آشا فضلت تقاوم. طلعت الإشارة الدخانية اللي كانت معاه وضربته بيها. الراجل مات واتسحب لتحت. الصوت وصل العصابة، رجعوا يدوروا عليها. واحد ضخم فيهم سمع صوت بكاها وجرى ناحيتها، لكن آشا كانت محضرة فخ بحبل، وأول ما دخل وقع على الأرض. وقفت عليه وزقت جسمها كله عليه لحد ما بطل يتحرك. دخلت أوضة تانية بسرعة وولعت الراديو عشان تشغلهم. واحد فيهم دخل يشوف الصوت جاي منين. وقتها آشا هجمت عليه من وراه بالسكينة. فضل يصارع ورماها وحاول يخنقها، لكنها مسكت السكينة غصب عنه وطعنته لحد ما وقع. بعدها شافت علبة فيها نار، استغلتها ورمت عليها زيت قبل ما تزقها جوه أوضة وتقفل الباب عليها. النار مسكت فيها لحد ما صرخها اختفى. زعيم العصابة جري على الصوت، لكن آشا كانت مستنياه فوق السلم. هجمته وضربها أكتر من مرة وحاول يخنقها، لكنها مسكت أنبوبة نور وفضلت تضربه بيها لحد ما وقع ميت. لكن لسه واحد، ولد صغير من العصابة كان معاه سلاح، فضل يجري وراها لحد السطح. أول ما خرجت قفلت الباب عليه، حاول يستعطفها، وبعدها فجأة بدأ يضرب نار على البيت. آشا ما وقفتش وسابته ومشيت. على المركب كان واحد واقف بيراقب هاي هاي. لما حاولت تضربه وقع السلاح في المية وراح هو يشوفه. هاي هاي حاولت تزقه لكن وقع معاها. آشا أول ما شافت المنظر نطت من غير ما تفكر، وفجأة الوحش البحري ظهر مرة تانية. بسرعة مرعبة سحب الراجل لتحت واختفى بيه. فضلت بس المية هادية. آشا وهاي هاي طلعوا لفوق واتسحبوا للمركب وركبوه. مع المسروقات اللي خدتها العصابة كان عندهم مؤونة تكفيهم لحد ما يوصلوا للمكان الآمن اللي الراديو بيتكلم عنه. وفي أول ليلة ليهم بعيدة عن الخوف، آشا نامت من غير كوابيس لأول مرة من سنين طويلة. الفيلم بيوري إن الطبيعة أحياناً أقوى من كل اللي البشر يحاولوا يتحكموا فيه، وإن الخوف والوحدة مش نهايات، بس فرصة نكتشف شجاعة غير متوقعة جوه نفسنا. كمان بيعلم إن حتى في أصعب اللحظات الروابط بين الناس مهما كانت بسيطة أو غير متوقعة ممكن تكون سبب في النجاة والأمل. لو مستني حاجة تكسر الدنيا ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام. هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.